أسس عام 1995. جل الذين أسسوهم أبناء الانتفاضة الشعبانية المباركة. لم يكن قبل هذا التاريخ وجود مركز كربلاء. الذين جاءوا بعد الانتفاضة الشعبانية أسسوا مركز كربلاء. هنا مجموعة من الناشطين من أبناء الجالية وأغلبهم من أبناء الانتفاضة. الأخ العزيز شيخنا الغالي الشيخ حيدر الموهبش أحد وجهاء أبناء الناصرية والانتفاضة. شنو انطباعاتك عن أمريكا كربلاء في أمريكا، عاشوراء في أمريكا؟ في عاشوراء مزدهرة والحمد لله، وذكريات الحسين في كل مكان، كربلاء وغير كل مكان. شنو تستشعر؟ شنو الفرق يعني؟ حسيت فرق؟ طبعا جينا بال 94 ما كانت هذا الكم الهائل من المتواجد. لا وجودنا بال 94 على 95 ما كان يعني شيء بارز. هسه من فوق ال 95 ولحد الان هسه كله بارز، حسينيات مفتوحه. ابو غزوان من سوق الشيوخ من دار وشاح اكيد ها؟ اي. ابو غزوان انت عشت بالعراق في زمن البعث. نعم. وكيف كانوا الباحثين يتعاملون مع المواكب الحسينيه؟ كيف وجدت امريكا الان؟ الان امريكا كان فيها انفتاح وتقييم شعائر الحسينيه بكل قداسه وكل نعم تفضل. بكل قداسه وتؤدي شعائر الحسينيه بالصورة الصحيحه، والتجمع وتوسيع الحسينيات واستيعاب الشباب وإعاضهم وتعليمهم على الصورة الإسلامية الصحيحة. نعم. وتوعيتهم وابعادهم عن الانحراف. نعم شكرا جزيلا. انتقل الاخ ابو عبد الله احد الناشطين والبارزين واحد اخواننا من ابناء سوق الشيوخ ومن ابناء الانتفاضه، ومعروف بنشاطاته مع الجاليه الاجتماعيه وكذلك السياسيه ونشاطات في زمن نظام صدام. ابو عبد الله الان احنا في امريكا وجينا لامريكا بال 94، جينا بال 94. شلون وجدت عاشوراء هنا وكيف المواقف الحسينيه والاقبال شبابنا ورجالنا وشيوخنا ونسائنا؟ والله الحمد لله احنا من جينا هنا قبل لا نجي احنا ما كان يذكر اسم الحسين هنا. الحمد لله. نعم. بصراحه بس يعني هم فضل من الله ان سخرنا وجينا هنا ونشرنا مظلوميه الامام الحسين، وهذا فضل لله سبحانه وتعالى للانتفاضه الشعبانيه اللي طلعنا من العراق وجينا هنا، وكان هنا ما يذكر اسم الحسين ما عدا اكو ناس قليله، فمن اجوا اهل الانتفاضه الشعبانيه لحد الان الحمد لله مساجد انفتحت واكو ندوات واكو يعني ينشرون مظلوميه الحسين مو بس بامريكا بكل العالم. لحد الان كل العالم موجوده مظلوميه الحسين، شنو كان الحسين وشنو طريقه، والحمد لله وشكر الله الناس يعني تفهمت قضيه الحسين وانتشرت مظلوميه الحسين بكل العالم، وهذا الحمد لله وشكر لله فضل من الله والانتفاضه الشعبانيه. نعم. هنا مركز كربلاء الاسلامي، هذا المركز تاسس في عام 1995، هو اول مركز موجود في الولايات المتحده. البرنامج نشكره طبعا، هو يعرف انه مركز كربلاء واهميته ودوره وما يقدم. حسن انت احد المشاركين الفاعلين في مركز كربلاء، اعطينا فكره عن المركز واعطينا ايضا فكره عن عاشوراء. والله بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الشعائر الحسينيه جينا بال 1994 وكنا مجموعه من ابناء ربحاء، والحمد لله بوجود سماحه الشيخ هشام الحسيني كان قبلنا موجود هنا، اسس هذا الصرح مركز كربلاء الاسلامي. ومن خلال مركز كربلاء الاسلامي صار الانطلاقه من هالمكان هذا، مظاهرات عن النظام السابق، كان موجود النظام السابق، تعريف الناس بمظلوميه الشعب العراقي في زمن النظام البائد. إضافة إلى ذلك هو الشعائر الحسينية مثل ما تفضل الأخ أبو عبد الله والمجالس الحسينية. وصراحة ما كان موجود هاي الأعلام هاي اللي موجودة هنا والمساجد والشعائر الحسينية هاي الثانية ما كانت موجودة، والآن انتشرت وكثرة الجالية العراقية، صارت جالية كلش كبيرة موجودة. جت الناس من سوريا ومن الأردن والعراقيين جو هنا، أولادنا كبروا وبناتنا كبروا وتزوجوا كلهم، فكثرت والحمد لله. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل أبناء الانتفاضة الشعبانية
وكان هذا خير للإسلام، أنه هؤلاء الناس المظلومين اللي طلعوا بالانتفاضة الشعبانية أن يهجروا من ديارهم ويعيشوا في الصحراء، وبعد ذلك ينتشروا في أرض الله سبحانه وتعالى حتى ينشروا فكر أهل البيت وقضية ومسيرة الإمام الحسين ومظلومية الإمام الحسين. قد يكون كانت هذه المظلومية ما معروفة عند الناس، حتى عند بقية المسلمين والمذاهب الأخرى، ولكن الحمد لله والشكر الآن هذه القضية أصبحت معروفة للجميع، قضية وثورة الإمام الحسين. ونشكر الأخ أبو محمد شريف الشامي وجهودك إن شاء الله مشكورا. أنت لك دور كبير صراحة في نقل مظلومية الشعب العراقي من خلال إذاعة كربلاء السابقة، والآن الإذاعة اللي أنت تتبناها صوت المهاجر، وكان لك دور كبير في مركز كربلاء الإسلامي، والله يوفقك إن شاء الله ويوفق الجميع إن شاء الله. أنا ممنون نعدكم وشكرا لكم، ويا رب نشوفكم بخير وإن شاء الله سلامة. أعظم الله أجورنا وأجورك. الله يحفظك إن شاء الله ويتمم عليك الخير.